من نص كيلو لحمة هنعمل كيلو كفتة، وهنضاعف الكمية بمكون واحد بس، مكون صحي، وهناخد منه كوب وهنضاعف بيه الكمية، وهتطلع معانا كمية حلوة قوي من الكفتة وطعمها جميل قوي. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الطريقة. هنجيب معانا بصلاية كبيرة، وقرن فلفل رومي اخضر، وقرن فلفل احمر بلدي، عايزاه حراق، لو بتحب السبايسي حطيه حراق، لكن ده فلفل رومي احمر بلدي بارد. هحطهم في الكبة وهفرمهم كويس جدا لحد ما انعمهم. وبعد كده هاخد الخليط بتاعي هحطه معايا في مصفى. شايفين نعمت الخليط خالص في الكبة بتاعتي، وبعد كده هحطه على مصفى عشان اصفي منه المية بتاعة البصل. هخلي التفل بس اللي هو بتاع البصل اللي موجود معايا، مش هنزل الخليط ده على اللحمة وهو فيه كمية مية هتنزل من البصل بتاعه. هصفيه كويس قوي من مية البصل بتاعته. وهنا كمان هنستخدمها، احنا مش هنرميها، انا سبته على جنب لحد ما يصفي كل المية اللي فيه. بعد كده جبت عندي بولة وهبدأ ان انا انزل كوباية. انا استخدمت هنا برغل الضحى، هاخد منه كوباية واحدة من برغل الضحى، او اي نوع برغل. والافضل انك انت تجيبي برغل مكيس، ما تجيبوش من عند العطار عشان خاطر ما بيبقاش نضيف قوي. بعد كده انا اخدته وغسلته كويس، وبعد كده نقعته في المية، سبته 10 دقايق بس نقعته في المية، وبعد كده رحت صفيته بالمصفى من كل المية اللي فيه الزيادة. جبت عندي خليط البصل والفلفل بعد ما صفوا المية بتاعتهم، ونزلتهم على البرغل ودعكتهم مع بعض كويس جدا. هفضل ادعكهم مع بعض لحد ما يختلطوا تماما. بعد كده جبت عندي هنزل بنص كيلو لحمة مفرومة، وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات مع بعض بعد ما انزل بالبهارات. معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح ومعلقتين من البهارات، من بهارات الكفتة الجاهزة. اي نوع موجود عندك في السوبر ماركت ممكن تجيبيه وتحطي منه معلقتين، بيدي طعم حلو قوي للكفتة. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. البيكنج باودر انا ما بستغناش عنه في الكفتة، لان ما بيخليش الكفتة مكتومة وبيعملها بيهيش الكفتة وبتطلع مفرغة من جوه. فيا ريت الكفته دايما تحط لها معلقه بيكنج باودر مع الخليط الكفته اللي انت هتشتغل عليه. المهم خلطتهم كويس جدا مع بعض لحد ما اختلطوا تماما مع بعض البرغل مع اللحمه. وخلاص هسيبهم على كده. انا هقفل عليهم بكيس، وبعد كده هدخلهم التلاجة يقعدوا نص ساعة، وبعد كده هبدأ اشكل فيها، هسيبها تريح شوية بس نص ساعة في التلاجة. لو انت عندك عزومة او انت عايزة تعمليها تاني يوم، ممكن تجهزي خليط الكفتة وتسيبيه جوه التلاجة لحد تاني يوم، وممكن تعمليه وتفرزيه في الفريزر، وبعد كده تستخدميه وتطلعيه في اي وقت يفك، وبعد كده تستخدميه. جبت عندي شبكة على صينية وحطيت فيها كوبايتين مية، وعصرت عصير ليمونة في الصينية عشان المية ما تسيبش اثر في الصينية بعد ما تغلي في الفرن. هبدأ ان انا اصبع على سيخ او عندي عصيان شيش طاووق وهبدأ اصبع بيها. دي مية البصل والفلفل اللي عندي احنا هنستخدمها هنا. وهبدأ اصبع بيها الكفتة على السيخ، وهسحبها وهحطها على الشبك. هعمل صباع كمان. سهل جدا التشكيل على السيخ. وقلنا طبعا لو هو مش متوفر السيخ عندك زي كده، هتبدأي تستخدمي عصيان شيش طاووق وتصبعي عليها، او ممكن كمان تصبعي على معلقة برضو هتبقى شغالة معاكي وهتشتغلي بيها وتمام، وهتبقى زي الفل، وهتعرفي تصبعي عليها تكون معلقة رفيعة وتشتغل انك انت تصبعي عليها. مية البصل هنا هفضل اخلص كل الكمية وانا بدهن ايدي بمية البصل، واخد قطعة اللحمة وافردها على السيخ. بعد كده اسحبها واحطها على الشبك. هنا هدهن عندي دهنة بمية البصل والفلفل. مية البصل والفلفل انا حاطه لهم رشة ملح. وبعد كده هدهن عندي كل الكفتة قبل ما ادخلها الفرن مرة كمان. وبعد كده هدخلها عند الفرن سخنة على درجة حرارة 180. هدخلها الفرن هتحمر الوش من فوق، وهبدأ ان انا اقلبها عشان خاطر يحمر الوش عندي من تحت. لو شغالة عندك فوق وتحت خلاص هي هتستوي. طلعت عندي كل الكمية دي.
هخرج خلاص الكفتة استوت عندي، وهبدأ ان انا ارصها في الطبق بتاعي على طبقة من البقدونس. هفرد الطبق من تحت بشوية بقدونس، وبعد كده هبدأ الكفتة كل كمية الكفتة. شايفين حلو قوي وطعمها تحفة. وبهارات البهارات الجاهزة اللي بتبقى في الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت بتاعة الكفتة بتكون طعمها جميل، بتدي فعلا طعم مميز للكفتة. لو وصلت لحد هنا احط لايك وكومنت حلو كده زيك، وهتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.